السعودية تفضل. السلام عليكم. فارس من السعودية. نعم تفضل. وعليك السلام. عليكم. وعليك السلام يا فارس. الله يمسيك بالخير يا شيخ. آمين يا أخي الحبيب. ويطول عمرك ويحفظك ويخليك لنا. آمين بالطاعة إن شاء الله. الموضوع طيب وأنت طيب، لكن أنا يا شيخ في مشكلة. هي. والله يا شيخ إني في مشكلة كبيرة. زين. أنا طال عمرك تزوجت مرة. هي. وقلت أبي أشوفها. هي. شفتها؟ وقالوا أبشر. هي ويمها. هي. شفتها يومها؟ لا لا هي ملمعة يا شيخ، ذا الزين وذا اليدين وذا الرموش، وعجبتني وقلت وافقت. زين. ودفعنا المهر وخذيتها ودخلت عليها وامسين يوم اصبحنا ما عرفتها يا شيخ. الرموش العاد برموش، واليدين ما به يجري، والشعر نص ما فيه، ولا عرفتها يا شيخ الا بصوتها. انضحك عليك يعني؟ ينضحك عليك. الله يعطيك العافية. ولا عندي يا شيخ انت وين راح اضحك عليك؟ ايش اسوي؟ اسمع انا الحين معلوم الشباب. المصيبة يا شيخ اني تارك بنات عمي وربعي واللي عندي، قلت انا بروح اجيب مسكته. زين. وليت ابو زيد ما غزا. اسمع شو اقول له؟ اسمع يا فارس. انت اسمع يا شيخ. الحرير والله اني في ورطه، اني في ورطه. اسمع اسمع جعل ابوك في الجنه. وانا موعد ان اخواتي واهلي بيشوفون هالنزيون هنا جايين وما دحلهم. زين. اسمع يا شيخ. الحين يا شيخ انا وش اسوي؟ والصبغازي وش مصيبتها؟ مو الحين الحريم. اسمع فارس، العين يقدرون يغيرون لونها. شو يسموه في الانجليزي هذا العين لينسز. شفت الشباب عندي ما شاء الله خبرة. ثاني شيء رموش هذه تقدر تطولها. الشعر الشعر تحصل شعرها لين الارض وصلات. والله يا نص يا شيخ انه في فراشنا. ثاني حاجة والله ما عرفتها الا من الصباح من صوتها. ابو تنجي انا خذيت. ابو تنجي انا خذيت. ابو تنجي انا بسميها لي. انت لا على البصمة انا وين اروح يا شيخ؟ اسمع بعد الان اصبحت المرأة قادرة على ان تبيض وجهها وبشرتها، فالله يعين الشباب يعني. هو حلال. انا والله ما عاد علي منها ولا علي من انا عندي اختي يا شيخ سليطة اللسان تفضحني. هي بعد يا شيخ سليطة اللسان. انا ما جيت بها ولا اقول بتقول ابشر مرتك واسلم عليها يا شيخ. والله اني في ورطتين يا شيخ. زين انت وش الحل برايك؟ والله الحل ما ضاعت ابوتي يا شيخ. طلاق يعني؟ فكرتي ضاعت والله ما ادري يا شيخ. والله انا ما ادري وش الحل يا شيخ. عسى الله ان يجعل بينك وبينها موده. لا ما عندناش موده يا شيخ. ما في موده. مستحيل. يا شيخ انا غزيت وبجيب مسكته وقلت انا لقيت مرة واهلها والله طيبين ورجال ونعم. سمعت يا شيخ، لكن السلعة بارت يا شيخ ولا عاد علم الخسارة والاهل والعائلة يقول نبي نشوف. اسمع فارس، كم متزوج انت؟ كم سنة؟ ما لي الا اسبوع يا شيخ. تكفى يا شيخ. والله يا شيخ انت تضحك. شو اسوي؟ الله يهديك. يعني انت تريد مني اعطيك حل؟ والله يا تكفى. انا ما حد علي من الخساره يا شيخ. لا اسمع. خسرنا ورطنا ولا نبقى كاسرين قلبها ولا لا تكسر قلبها. هي المشكله انت غلطت من الاول. ليه ما طرشت الوالده تشوفها؟ انا شفتها. ليه ما طرشت الوالده؟ الحريم يفهمون على بعض. لا ما ابغى حد يشوفها. لا انا بجيب مسكته. انا شفتها اليدين والله يا شيخ. ضحكت عليك. اليدين الاصابع عندك تقول مراسم مبريه وذرها اظافرين مركبين. والعيون يا شيخ انت ستوحي مني يا شيخ. والعيون يا شيخ الرموش الكبار والعيون وسع والشعر والله انه لا ركبتها وطول. ويا معاي لا هيك صايره ولا الشعر ما عاد شعر ولا الاصابع ذيك الزين اللي كانت خبط ما عاد اصابع. وين رايح وين جاي؟ والرموش ما عاد رموش والعوانات اصغر. ابوك انا بشوف انا خواتي بشوف انا وين اروح يا شيخ؟ والله انا ما اعرف وين تروح. انا اقول انت انا ادري شو تريد مني. انت تريد مني اقول طلق. انا ما اقول الكلمه لو شو.
أنا أقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي الآخر. أنا أقول أنا مطلق والله إني مطلق، لكن هو شغلهم مطلق يعني ها؟ إيه من جاي ضابط الناس يا شيخ، لكن هو عليه حرام يا شيخ. اسمع فارس، نخلي هذه تحت الهواء دخيلك. الحين ياخذون الناس، في ناس تصيد تاخذ فتوى، انظر وسيم ماذا قال وماذا حرض وماذا فعل وماذا. انا والله ما انا ما ادري من ماخذها ولا بخليها، هذا شيء بيني وبين الله. ايه صحيح. هل انا استشيرك لحاجه؟ هل الغش ذا والرموش لا ما يجوز لا هي آثمة والصبغه اللي يحطونها هذا ما يجوز. هل هو يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يتبع اسمع ولا لو كان اللي يكون اسمع فارس مسكين هذا فارس. النبي صلى الله عليه وسلم لبيك طول لي عمرك تلبي في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأنصار انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم دله على وجود مرض علة، فمن السنة الأصل بالمرأة أن إذا رآها الخاطب أن تخرج كما هي، يعني بلا تزييف. فما يفعله بعض النساء الآن هو خداع للخاطب، فأنت خدعت، علمت، أنت أردت الجمال، هذا حقك شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع منها لجمالها. أنا حقي الشرعي أنا أتزوج لأجل الجمال، فلما أصبحت الصبح ولا هذه يا أخوي علمت؟ ما غير أبوها يا شيخ. هو أكبر صدق يا وجه هذا الله قال. فأنت الآن بالخيار، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله يستر عليها، الله يستر عليها وسامحهم الله، سامحهم الله. والغش ما يصلح لا في زوجه ولا في غيره. اي والله والله ودي انها عرجاء وجهها زين. عندي اختي عندي اختي يا شيخ صديقه والله تفضحني. رحت وجيت بنا زي انا باردها ما هي بسبب اختي بقوم سخنه. الله يعين يا شيخ. امين. شكرا. يرحم والديك. يرحم والديك الله يا مرحبا.